28 مايو 2026. آية الله الجديد في إيران كان يعتقد أن جيش الطائرات بدون طيار الضخم بتاعه غير مرئي للجيش الأمريكي، مخبأ في قواعد تحت الأرض ومخابئ ساحلية. إيران كانت بتشن هجمات مفاجئة وحققت بعض النجاح. هم استخدموا وقف إطلاق نار دبلوماسي تم الإعلان عنه بشكل كبير كغطاء علشان يسقطوا طيارة أمريكية بدون طيار من السماء. هم بيعتقدوا إنه الحصون تحت الأرض بتاعتهم بتخليهم مش ممكن يتتبعوا. هم فاكرين إنهم قدروا يخدعوا البنتاغون. هم غلطانين تماما. الولايات المتحدة كانت شغالة بجد في جمع البيانات وتحليل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأماكن بالضبط اللي كانت المعدات دي متخزنة فيها. كانوا محتفظين بالمعلومات دي ودلوقتي كانوا مستنيين اللحظة المناسبة عشان يستخدموها. في وقت بدري من صباح يوم 28 مايو وصل الأمر النهائي في أعماق بندر عباس. الحرس الثوري الإسلامي كان بيحتفل بإحدى نجاحاته الأخيرة جوا مركز عمليات الطائرات المسيرة تحت الأرض. هم ما عندهمش أي فكرة إن في قنبلة وزنها 2000 باوند بتكسر حاجز الصوت فوق راسهم على طول. آية الله كان فاكر إن شبكة الطائرات المسيرة السرية بتاعته هي السلاح الحاسم. طيب إزاي الجيش الأمريكي قدر يرسم خريطة كاملة لجيشه الخفي في يوم 8 إبريل بعد أكثر من شهر من الصراع المفتوح اللي فيه أمريكا وإسرائيل قصفوا مئات المواقع في إيران وقتلوا عدد كبير من عناصر نظام البلد بما فيهم الزعيم الأعلى السابق؟ وإيران ردت بأنها أغلقت طريق الشحن الحيوي مضيق هرمز. الولايات المتحدة وإيران أخيرا وافقوا على هدنة مؤقتة ومبدئية بوساطة باكستان وأعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان من المفترض أن الهدنة دي تكون بداية نهاية الحرب مع إيران، وكان المفروض أنها تشير لإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا وتسمح للطرفين ياخدوا خطوة نحو اتفاق سلام يدوم لفترة أطول. للأسف ده ما حصلش. مع أنه الأنشطة العسكرية في المنطقة هديت في البداية، إيران ما أظهرتش أي نية لرفع الحصار عن المضيق. السفن فضلت مهددة وممنوعة من المرور، وده أجبر أمريكا أنها تتخذ إجراءات إضافية وتفرض حصار عسكري على السفن الإيرانية اللي رايحة وجاية من موانئ البلد، وده بدوره أدى لمواقف اتهم فيها الطرفين بخرق وقف إطلاق النار. التقارير بتقول إنه الطيارات المسيرة والصواريخ الإيرانية ضربت كذا دولة مجاورة في إبريل منهم العراق، وأمريكا اضطرت تضرب سفينة إيرانية حاولت تكسر الحصار بتاعها يوم 19 إبريل. وبحلول مايو الوضع كان يتدهور أكثر والجانبين دخلوا في سلسلة من الهجمات المتبادلة. مثلا في يوم 7 مايو إيران شنت هجوما واسع النطاق باستخدام طيارات بدون طيار وصواريخ وزوارق هجومية سريعة على 3 سفن حربية أمريكية، السفينة USS تروكستون وUSS رافائيل بيرالتا وUSS ميسول. السفن الأمريكية ما حصلهاش أي ضرر أو إصابات وردت بسرعة بعد كده وضربوا على الميناء الإيراني مدينة بندر عباس وجزيرة قشم اللي بيقولوا إن فيها عدد كبير من بطاريات الصواريخ وأسراب الدرونز متخزنة. إيران حاولت كمان تزرع ألغام في مضيق هرمز، لكن المحاولات دي برضو أحبطتها البحرية الأمريكية واللي تتبعت ودمرت سفن زرع الألغام بسهولة. في المراحل الأخيرة من الشهر كانت نتائج المعارك دي واضحة. أمريكا ما تأثرتش بشكل كبير واستمرت في فرض سيطرتها على مضيق هرمز وعموم الخليج الفارسي بعدما جمعت قوة عسكرية ضخمة في المنطقة مكونة من أقوى السفن الحربية في العالم ومئات الطائرات وغيرها من المعدات الحديثة المتطورة. وفي الوقت نفسه الجيش الإيراني كان قد تم تدميره بشكل كبير. أجزاء كبيرة من قواته البحرية ودفاعاته الجوية تم تدميرها في القصف الأولي، والضربات التالية شلت لوجستيات الحرس الثوري الإيراني وقضت على بعض أهم وأثمن أصوله وخلته مع خيارات قليلة جدا للدفاع عن نفسه. إيران كانت عارفة كمان إنه أمريكا عندها القوة النارية اللي تقدر تسبب ضرر أكبر بكتير وقت ما تحب وتقرر. سفنها الحربية كانت مسلحة بالكامل بالصواريخ المطلوبة وكمان القاذفات الشبحية وطائرات الهجوم. أثبتت إنها تقدر تدخل وتخرج من المجال الجوي الإيراني وقت ما يحبوا. بعد ما فقدت جزء كبير من قوتها وبقت مش قادرة تتحدى البحرية الأمريكية بالطرق التقليدية، القيادة العليا للحرس الثوري الإيراني ما كانش قدامها غير خيار واحد بس ممكن تنفذه، وعملت تحول تكتيكي من الورقة الأخيرة اللي كانت شايفاها في إيدها، جيش الطيارات المسيرة بتاعها. على مدار السنين اللي فاتت إيران بنت في هدوء واحد من أخطر أساطيل الطيارات المسيرة اللامركزية في العالم. هم سابوا الطيارات المقاتلة الغالية وبدأوا ينتجوا بكميات كبيرة طيارات مسيرة رخيصة، طيارات كاميكازي مسيرة للاستعمال لمرة واحدة. بعض الطيارات المسيرة الهجومية دي زي الشاهد 136
كان لها تأثير كبير على الجيوش حوالين العالم. روسيا مثلا قلدت تصميم الطيارة المسيرة دي بشكل فعال عشان تطور الطائرات المسيرة جيران 2 واللي بتستخدمها بشكل واسع لقصف أوكرانيا. وفي نفس الوقت أمريكا كمان استوحت بشكل كبير من الشاهد 136 لما كانت بتطور نظام الهجوم القتالي غير المأهول منخفض التكلفة بتاعها أو طيارات لوكاس بدون طيار. فيه طيارات تانية بدون طيار في ترسانة إيران زي الشاهد 149 أو غزة واللي بتتميز بقدرتها على الطيران لمدة يوم كامل وكمان تقدر تشيل لحد 13 قنبلة في المرة الواحدة. وكمان الشاهد 129 واللي غالبا بيتم استخدامها في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع أو اللي بنسميها مهام ISR. وكمان في طلعات الهجومية. ومع وجود مجموعة كبيرة من الطائرات بدون طيار اللي يقدروا يعتمدوا عليها وكمان كتير منها رخيص جدا في التصنيع بكميات كبيرة. تكتيكات الطائرات بدون طيار للحرس الثوري الإيراني تعتمد بشكل كبير على مهاجمة الأهداف بأعداد كبيرة علشان يغرقوا دفاعات العدو الجوية. القادة الإيرانيين كانوا عارفين إنه الدفاعات الأمريكية تقدر بسهولة تسقط 99% من الطائرات بدون طيار بتاعتهم، لكن لو أطلقوا سرب إغراقي ضخم درون واحدة بس بتكلفة $20,000 ممكن تفلت من الدفاعات وتعطل معدة أمريكية قيمتها $1,000,000. طهران كانت عارفة كده. لو عندها أي فرصة لمواجهة القوة الهائلة للجيش الأمريكي وإجبار البحرية الأمريكية تخرج من مياهها ومجالها الجوي، الدرونز بتاعتها هتكون هي المفتاح. كانوا عايزين يثبتوا بأي طريقة إنهم مسيطرين على السماء، وإيه أحسن طريقة يستعرضوا بها قدرات الدرونز دي غير إنهم يستخدموها في الهجوم على واحدة من أغلى وأقوى المعدات العسكرية الأمريكية. فعشان كده وضعوا جوهرة التاج لسلاح الجو الأمريكي في مرمى تصويبهم ال F-35C Lightning II 26 مايو 2026، يعني أكتر بكتير من مجرد طيارة مقاتلة. ال F-35 دايما بيتقال عليها انها كمبيوتر خارق طاير ومزودة بمجموعة مذهلة من الحساسات وأجهزة المسح والتقنيات التانية اللي بتخليها توفر وعي ميداني لا مثيل له للطيار بتاعها وأي وحدات تانية حوالين المنطقة. وكمان بيتقال انها واحدة من أكتر الطيارات الشبحية اللي اتعملت في التاريخ، وكل جزء في تصميمها من مخازن الأسلحة الداخلية لحد السطح الخارجي اللي بيمتص الرادار مصممة علشان تساعدها تتفادى كشف الرادار، ومفروض انها تقدر تعدي من اجواء العدو من غير ما حد يشوفها. لكن طيارة درون إيرانية على وشك تتبع اللي المفروض ما يتبعش، واللي لقتها وبدأت تراقبها بعد كده طيارة أمريكية F-35 اللي من وجهة نظر طهران ارتكبت غلطة ودخلت المجال الجوي الإيراني. جوا كابينة القيادة طيار ال F-35 بيتنبه لنغمة نابضة مفاجئة وكسر الصمت جوا نظام العرض المثبت على خوذته. مجموعة حساسات طيارته اكتشفت زيادة مفاجئة في الانبعاثات الراديوية، وتحتها بكثير الطائرة الإيرانية المسيرة للمراقبة منخفضة البصمة رصدت ال F-35 وهي بالفعل بتنقل صور حية في الوقت الحقيقي لفرق الحرس الثوري الإيراني على الأرض وأميال تحتها مستخبية وسط المنحدرات الساحلية الوعرة على الساحل الجنوبي لإيران. في بطارية دفاع جوي بيتم تفعيلها، ومشغلي الحرس الثوري الإيراني بيحاولوا بكل جهد يقفلوا على موقع الطيارة بالضبط. كل اللي كان فاضل هو اللمسة الأخيرة عشان يضربوا الطيارة، ومع شوية حظ يضربوها بنجاح. بس دي ما كانتش مهمة عادية، دي كانت واحدة من أغلى وأكثر قطع العتاد العسكري تصميما وإتقانا اتعملت في التاريخ. اتكلموا كتير عن تكلفة برنامج F-35 اللي وصلت $1,000,000,000، ونقاد كتير اتساءلوا إذا كانت الفلوس دي اتصرفت صح ولا لا. ومع أن في نقاشات كتير حوالين مميزات وعيوب تصميم ال F-35 ما فيش شك إن الطيارة دي فعلا استثنائية، اتصممت علشان تتفوق على كل المعايير اللي كانت موجودة قبل كده في التخفي والبقاء. هي بتمثل عقود من الاستثمار والتطوير. شكلها تصمم بعناية علشان يقلل انعكاسات الرادار، حساساتها بتجمع وبتدمج كميات هائلة من بيانات ساحة المعركة، ومكونات الحرب الإلكترونية بتاعتها مبنية على بعض من أحدث التقنيات العسكرية في العصر الحديث. بس ال F-35 ما تصممتش بس عشان تتجنب الاكتشاف، دي كمان اتبنت عشان تقدر تتعامل في البيئات اللي فيها نزاع وتواجه حتى أقوى أنظمة الدفاع الجوي وتهرب من صواريخ الاعتراض وتغرق رادارات العدو بإشارات مضللة، وده بيسمح ليها تهرب بسهولة حتى من أشد مناطق القتال من غير ما تتأذى تقريبا في كل مرة. فبحلول الوقت اللي كانت فيه الدفاعات الإيرانية جاهزة تطلق النار، كان طيار ال F-35 بالفعل بيتخذ الإجراءات اللازمة، معتمد على منظومة الحرب الإلكترونية بتاعة طيارته وأجهزة الاستشعار وأنظمة التتبع. كانوا على الأرجح حيشوشوا فورا على دفاعات العدو ويبعتوا إشارات وهمية عشان يضللوا ويشتتوا ومش قادرين ياخدوا قفل واضح على الهدف. الأسلحة الإيرانية ما كانش لها أي فرصة أنها تصيب المقاتلة الأمريكية، واللي هربت بسرعة وخرجت من المجال الجوي الإيراني من غير أي ضرر خالص. لأغلب الجيوش اكتشاف طيارة عدو من غير ما يقدروا يسكتوها كان هيبقى موضوع عادي، بس الحرس الثوري الإيراني كان في وضع يائس
لدرجة أنه صور الحادثة دي كأنها نوع من أنواع النصر. القيادة العليا للجيش أعلنت بفخر من خلال شبكات الإعلام التابعة للدولة إن مشغلي الرادار وفرق الطيارات بدون طيار قدروا يكتشفوا ويتتبعوا ويثبتوا قفل استهداف على مقاتلة شبح أمريكية. هم عرضوا صور بجودة منخفضة للحادثة ولقطات مشوشة صورتها الطيارة بدون طيار بتبين اللي باين إنها طيارة F-35 في البعد، وادعوا إنهم كده كسروا أسطورة سيطرة أمريكا بشكل فعال، وبيوضحوا إنه ال F-35 ممكن يتم استهدافها فعليا بتقنيات إيرانية. بس في فرق بين إنك تلاحظ حاجة في السماء وبين إنك تتعامل معاها فعليا، وفيه فرق تاني كبير بين إنك تقدر تطلق نار على طيارة وبين إنك فعلا تقدر تسقطها. كل اللي إيران عملته إنها ورت إنها تقدر تشوف مقاتلة أمريكية، وبعد كده رجعت القاعدة من غير أي مشكلة. ما فيش إصابات للطيار وما فيش أي ضرر للطائرة. دي هي القصة الحقيقية للنجاح هنا. بس الحرس الثوري الإيراني ما وقفش عند كده. في نفس اليوم اللي إيران أعلنت فيه رصد ال F-35 كشفت كمان عن حاجة أكثر ملموسة، ضربة مؤكدة على هدف أمريكي تاني أقل قيمة بكتير، طائرة بدون طيار من نوع MQ-9 ريبر المعروفة أحيانا باسم بريداتور بي. طائرة MQ-9 ريبر من شركة جنرال أتوميكس مختلفة تماما عن طائرة F-35. دي طائرة بدون طيار متوسطة الارتفاع وطويلة التحمل، وبتقدر تشتغل بالتحكم عن بعد أو بشكل ذاتي، ودخلت الخدمة في القوات الجوية الأمريكية سنة 2007. مئات من الطيارات دي اتبنت من وقتها وأثبتت قيمتها في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان وأماكن تانية. على مدار السنين دول كتير استثمرت في طيارات ريبر بدون طيار زي فرنسا وألمانيا والهند وإسبانيا وتايوان، وأمريكا استخدمتها بشكل منتظم في إيران من وقت ما الحرب بدأت. بطول 36 قدم وباع جناحيها 66 قدم وارتفاع 12.5 قدم. الدرونز دي أهداف أصغر بكتير من طيارات F-35 بس كمان أسهل بكتير في الإصابة. هي مش مصممة عشان تكون شبحية أو بقدرة عالية على النجاة، عشان كده مش بتيجي بنفس أنظمة الحرب الإلكترونية أو أنظمة التشويش أو قدرات المراوغة عالية السرعة. كطائرات مقاتلة رائدة على مستوى العالم، يمكن الحرس الثوري الإيراني كان متضايق من سهولة هروب ال F-35 وكانوا يائسين لدرجة أنهم عايزين يحققوا أي انتصار عشان يغذوا مكنة الدعاية بتاعتهم، فوجهوا أنظارهم ناحية ال MQ-9 اللي كانت هدف أسهل بكتير إنهم يسقطوه. الدرون اللي بنتكلم عنها كانت بتطير في مهمة روتينية لجمع المعلومات فوق الخليج الفارسي، ولما إيران فتحت النار واسقطتها وهي في الجو الدرون اتدمرت والحرس الثوري الإيراني احتفل. وكمان أعلنوا أنهم أطلقوا النار على درون تانية اللي هي درون جمع معلومات من نوع RQ-4 لو هنتكلم بدقة، واحتفظوا بالحق الشرعي والواضح في الرد على أي انتهاك يرونه لاتفاق وقف إطلاق النار. ومن ناحية العلاقات العامة كانت لحظة ملحوظة للقيادة العليا الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني أثبت أنه يقدر وحيحطم الأسلحة الغربية اللي تكرب زيادة عن اللزوم، لكن في الوقت اللي كانوا فيه مشغولين بالاحتفال القيادة المركزية الأمريكية كانت بالفعل بتجهز ردها. الإيرانيين يمكن كانوا فاكرين أن عندهم ميزة معينة، وآية الله الجديد كان مصدق أن جيش الطيارات المسيرة الضخم تاعه فعليا مش باين للعدو، ومجموعات كاملة منهم متخبية سرا في قواعد تحت الأرض ومخابئ على الساحل. في الحقيقة أمريكا كانت شغالة بجد في جمع البيانات وتحليل المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأماكن بالضبط اللي كانت فيها أصول الحرس الثوري الإيراني، وكانت محتفظة بالمعلومات دي ومستنية تستخدمها لو وجدت الفرصة المناسبة. ولما إيران خرقت وقف إطلاق النار كانت بتدي الفرصة دي لخصمها على طبق من فضة. كل اللي كان باقي يتعمل هو تنفيذ الرد ده وصل يوم 28 مايو. وقتها تم إعطاء الضوء الأخضر لقوة ضاربة للاستجابة السريعة ومنسقة بعناية عشان تضرب الحرس الثوري الإيراني في أهم نقطة بالنسبة لهم، واحدة من أهم النقاط الحيوية في الشبكة العسكرية للبلد، مدينة بندر عباس المينائية اللي موجودة على الساحل الجنوبي لإيران وبتطل على مياه مضيق هرمز. ممكن نقول إنه بندر عباس هي أكثر مركز عصبي بحري حيوي تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني، ولسنين طويلة كانت مقر البحرية التقليدية لإيران وكمان مقر الذراع البحري للحرس الثوري الإيراني، وموقعها الاستراتيجي سمح لإيران إنها تفرض سيطرتها وتمد نفوذها عبر المضيق وأبعد من كده. حتى مع أن أمريكا دمرت أجزاء كبيرة من القوات البحرية الإيرانية في وقت سابق من الصراع، البلد لسه عندها أسطول من القوارب الصغيرة واللي دايما بتبعتها في مجموعات عشان تهاجم السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية اللي بتحاول تعبر الممر المائي، ومسلحة بصواريخ والغام ورشاشات. القوارب دي ممكن شكلها صغير لكن ممكن تشكل تهديد خطير خصوصا لسفن الشحن وناقلات النفط اللي مش قادرة تدافع عن نفسها، وكمان في تهديد الطيارات المسيرة والصواريخ. الحرس الثوري الإيراني نشر مجموعة من الأسلحة الجوية من بندر عباس والمناطق المحيطة بها، وبيبعث أسراب الطيارات بدون طيار والصواريخ المضادة للسفن في السماء فوق المضيق
عشان يفاجئ السفن اللي بتعدي. بس أمريكا عارفة كل ده وهي بتراقب بندر عباس كويس، وكمان مواقع استراتيجية تانية على ساحل إيران بقالها أسابيع دلوقتي. قبلها بأيام قليلة الموضوع تطور أكتر وضربوا المدينة انتقاما للهجوم على مدمرات البحرية، ودلوقتي هي جاهزة مش بس يكرر الأفعال دي لكن كمان يصعدها. إيران يمكن تكون أسقطت طيارة أمريكية بدون طيار، لكن أمريكا كانت على وشك توجيه ضربة أكبر بكتير كرت. في الصبح بدري يوم 28 مايو وصل الأمر النهائي، وبندر عباس حس الثاني بقوة الجيش الأمريكي الكاملة. تجاوزوا خطوط الدفاع عن المدينة اللي كانت اتضاعفت جامد في الهجمات اللي فاتت. قوات سنتكوم ركزت جهودها على البنية التحتية اللي كانت بتخلي جيش المسيرات التابع لآية الله في الجو ومراكز تشغيل الدرونز. واحد من المراكز دي اتضرب بدخائر دقيقة، وده سبب ضرر كبير لواحد من الحاجات القليلة القيمة اللي كانت فضلة عند الحرس الثوري الإيراني. المراكز دي هي اللي بيتم فيها تجميع وتخزين وإطلاق الطيارات بدون طيار عشان الهجمات الجماعية. هي الأماكن اللي بيتدرب فيها مشغلي طيارات بدون طيار وبيطوروا مهاراتهم وبيسوقوا الطيارات دي عشان يقصفوا أهداف عسكرية ومدنية من غير ما حد يحاسبهم. المراكز دي ضرورية جدا للنظام الإيراني عشان يقدر يكون ليه أي فرصة في فرض نفوذه على مضيق هرمز والمنطقة الأوسع في الخليج الفارسي. ومن خلال المراكز دي بس البلد بتقدر تنفذ ضرباتها على الدول المجاورة زي الكويت، العراق والإمارات العربية المتحدة. وتم القضاء على عدة مراكز بالفعل، وده السبب إن إيران كانت بتقدر تطلق حوالي 400 طيارة مسيرة في اليوم في بداية مارس، وبقت بتطلق كام؟ عشرات بس في مايو. كل ما أمريكا تدمر منشآت أكتر من دي كل ما يبقى أصعب على الحرس الثوري الإيراني إنه يشتغل، لأن من غير المراكز دي مش هيفرق حجم جيش الطيارات المسيرة بتاع آيات الله قد إيه. استراتيجية السرب بتاعه بتبقى أقل وأقل قابلية للتنفيذ لما البنية التحتية اللي بتشغل الأسراب دي ما تبقاش موجودة. ولزيادة الطين بلة أمريكا كمان أعلنت إنها أسقطت 4 طيارات مسيرة إيرانية كانت بتهون في السماء فوق بندر عباس وقت الضربة. وفجأة المزاج في إيران اتغير من فرحة لانهيار لما طهران واجهت حقيقة تانية قاسية وصعبة. منظومة الطيارات المسيرة اللي كانوا فاكرينها سرية ما كانش سري قوي زي ما كانوا متخيلين. في الآخر مرة تانية غرور الحرس الثوري الإيراني اتعرض لضربة قوية، بس مرة تانية ما كانش مستعد يقبل الهزيمة. المشكلة بقى إنهم ببساطة ما كانوش عندهم الموارد اللي تخليهم يردوا على أمريكا بشكل جدي. حتى لو استخدم كل اللي باقي عنده ضد البحرية الأمريكية كان غالبا هيضيع موارده على الفاضي ويتعرض لإهانة تانية. فقيادة الحرس الثوري الإيراني رجعت لتكتيك مألوف، دوروا على هدف أسهل وأبسط ولقوه مش في مياه مضيق هرمز لكن في دولة الكويت القريبة. الدولة الصغيرة دي في غرب آسيا كانت هدف متكرر لهجمات إيران من ساعة ما الحرب بدأت. في الحقيقة في أول يوم من الصراع يوم 28 فبراير إيران ضربت مطار الكويت الدولي وقاعدة علي السالم العسكرية بالطائرات المسيرة، وفي الأسابيع اللي بعدها الكويت تعرضت لهجمات إضافية بالطائرات المسيرة والصواريخ، وكانت بتستهدف بشكل أساسي المنشآت العسكرية الأمريكية والإيطالية زي القاعدة الأمريكية في معسكر بويرينغ. لكن في معظم الحالات الحرس الوطني الكويتي بدعم من القوات الأمريكية قدر يوقع أغلب الطائرات والصواريخ المعادية اللي دخلت مجاله الجوي. بعد ساعات قليلة من الهجوم الأمريكي على بندر عباس الكويت أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي بتاعتها اتفعلت. الحرس الثوري الإيراني أطلق دفعة صواريخ وسربا صغير من الطيارات المسيرة ناحية هدفهم، قاعدة جوية أمريكية غير معروفة، والسكان بلغوا عن أصوات انفجارات بتدوي حواليهم. لحسن الحظ اتضح بسرعة أن الانفجارات دي ما كانتش بسبب أن صواريخ ومسيرات إيران أصابت أهدافها، لكن بسبب أنه تم اعتراضها في الطريق وتم القضاء عليها في الجو. وبما أن المنشآت الأمريكية في الخليج محمية بأنظمة دفاع جوي وصاروخي متعددة الطبقات ومتكاملة بما فيها منظومات الدفاع الطرفي عالي الارتفاع وقاذفات صواريخ باتريوت، الأسلحة الإيرانية ما كانش عندها تقريبا أي فرصة إنها تضرب أهدافها بنجاح، وما فيش أي أضرار أو إصابات تم الإبلاغ عنها على الأرض في الكويت في المرحلة دي، في الوقت اللي كان لسه ممكن يكون فيه شوية مصداقية بشكل غامض ولسه كان فيه وجود في أروقة الدبلوماسية المظلمة. وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة كان تقريبا انتهى. كان واضح أن إيران وافقت على الاتفاقية بسوء نية وما كانش عندها أي نية أنها تخفف الحصار في المضيق. وفي نفس الوقت الهجمات المستمرة من الحرس الثوري الإيراني على الدول المجاورة واستفزازهم الواضح للبحرية الأمريكية أثبتوا أن اللغة الوحيدة اللي طهران هتسمعها هي لغة القنابل والرصاص. وعلشان كده أمريكا دخلت مرة تانية في مواجهة مفتوحة وعالية المخاطر مع خصم عنيد جدا. القنوات الدبلوماسية سكتت وكل دولة استعدت للي جاي. كان واضح أن إيران لعبت بأوراقها لما هاجمت الكويت، والكورة رجعت تاني في ملعب أمريكا، والعالم كله بيتفرج ومستني يشوف القوات الأمريكية هترد إزاي. اللي حصل بعد كده مع ذلك كان حاجة مختلفة تماما، ولما اتحشروا في الزاوية وحسوا بالضغط
الحرس الثوري الإيراني شكله قرر يرمي الحذر ورا ظهره ويفعل باقي أنظمة الدفاع الجوي اللي عنده على الساحل الجنوبي، وتعهدوا إنهم هيضربوا أي هدف يدخل مجال الرادار بتاعهم مهما كان AO تبع مين. وأي ادعاء بضبط النفس أو السعي للسلام راحت في الهواء في اللحظة دي، وما خدش وقت طويل لحد ما الهدف المثالي من وجهة نظر إيران ظهر عشان يدخل في مدى الرادار يوم 31 مايو. وكان في طيارة بدون طيار أمريكية تانية من نوع MQ-1 بريديتور كانت بتحلق فوق المياه الدولية، لما بطارية دفاع جوي إيرانية قفلت عليه وأطلقت صاروخ أرض جو ناحيته مباشرة. الطيارة بدون طيار ما كانش لها أي فرصة وحطامها وقع في المياه تحت. في حالة غريبة من تكرار التاريخ، والحرس الثوري الإيراني أثبت إنه مش قادر يتعلم من دروس الماضي. طهران احتفلت من تاني وتباهت بقدراتها العسكرية المذهلة، والإعلام الرسمي كان بضخم إسقاط طيارة بدون طيار واحدة وكأنها إنجاز استراتيجي كبير. في الحقيقة كل اللي إيران عملته مرة تانية كان إنها استفزت الدب وكانت على وشك تحس بالمخارب. زي ما كان معتاد في المرحلة دي من الصراع، أمريكا كانت سريعة في التخطيط وتنفيذ ردها من غير ما تضيع وقت في تحديد قطع البنية التحتية الإيرانية المهمة اللي لازم تستهدفها وتدمرها. بعد خسارة الدرون ومرة تانية الرد الأمريكي ما كانش هيقتصر على ضرب شوية أصول إيرانية أو إسقاط واحدة من طياراتهم بدون طيار، مش مجرد رد بسيط بالمثل. الهجوم المضاد الأمريكي كان مثال تاني على الفارق الكبير بين الجيش الإيراني والجيش الأمريكي. في الوقت اللي الحرس الثوري الإيراني كان بيحتفل بتدمير طيارة بدون طيار، أمريكا كانت بتحرك بعض من أقوى الطيارات الحربية في العالم. الطيارين ركبوا طياراتهم المقاتلة وطائرات الهجوم وطلعوا للسماء بسرعة رهيبة وهم متجهين بأقصى سرعة ناحية أهدافهم، ومجهزين بترسانة قوية من الصواريخ اللي تقدر تدمر أهداف أرضية وجوية بسهولة. دخلت الطائرات الأمريكية المجال الجوي الإيراني وبدأت تمطر العدو بالنيران. ركزوا أولاً على أنظمة الدفاع الجوي اللي إيران كانت فكرة إنها مخبياها بأمان في مخابئ ساحلية. ومرة تانية الحرس الثوري الإيراني أثبت إنه أقل كفاءة بكتير في لعبة الاستغماية من اللي كان بيدعي. تم تحديد المواقع الدقيقة لبطاريات الصواريخ وتم نقلها لطياري المقاتلات اللي قضوا عليهم بسرعة قبل ما المشغلين يعرفوا إيه اللي ضربهم. وبعدها الطائرات المقاتلة الأمريكية اتحركت لمحطة تانية من محطات التحكم الأرضية بتاعة الحرس الثوري الإيراني، وفي لحظة تم تدمير نقطة تانية من أهم النقاط الأساسية لإيران من ساحة المعركة، وده زاد من شلل اللوجستيات اللي أصلا كانت ضعيفة في البلد. وقبل ما يسيبوا منطقة القتال، الأمريكان كملوا مهمتهم بالقضاء على كام طيارة مسيرة انتحارية إيرانية كانت جاهزة تهدد أو تهاجم سفن تجارية ماشية في مياه المنطقة. وبكده أمريكا سابت إيران تاني تتعامل مع عواقب تصرفاتها. هي فعلا دمرت طيارة مسيرة، بس في المقابل خسرت طيارتين مسيرتين كمان ومركز كامل للتحكم في الطيارات المسيرة وعدد كبير من وسائل الدفاع الجوي. وفجأة إسقاط طيارة بريداتور ما بقاش حاجة يفتخر بيها الحرس الثوري الإيراني. في اللحظة دي ممكن تتوقع أن الجيش الإيراني هيسكت شوية وياخد وقته عشان يخطط لخطوته الجاية. ده اللي كانت هتعمله قوة منطقية وعقلة. بس الحرس الثوري الإيراني أثبت أنه أبعد ما يكون عن المنطق والعقل، ومرة تانية غرور القيادة العليا بتاعته طغى على أي صوت للعقل. ومرة تانية الحرس الثوري الإيراني قرر ما يسكتش لكن يشن هجوم جديد تاني، وفي فعل تحدي يائس أمر بالإطلاق الفوري لاثنين من أقوى الأسلحة اللي لسه عنده، زوج من الصواريخ الباليستية ومخبيين في صوامع تحت الأرض في مكان ما جوا إيران. هدفهم القاعدة الجوية الأمريكية في الكويت. مرة تانية ما كانوش هيوصلوا، ومع ذلك الرادارات الأمريكية رصدت الإطلاق في اللحظة اللي حصل فيها وأطلقت صواريخ الاعتراض بتاعتها من غير أي تردد. الصواريخ الإيرانية اتدمرت والتهديد اتشال. كل الهجمات دي حصلت في كم يوم بس. كم يوم اتضح أنهم كانوا كارثة كاملة على إيران. الأرقام النهائية للطرفين حكت القصة. الحرس الثوري الإيراني قدر يسقط طيارتين أمريكيتين بدون طيار ويصور شوية فيديو لطائرة F-35 وكمان ضيع كم صاروخ على الفاضي. أما أمريكا فقدرت تدمر مركزين للتحكم في الطيارات بدون طيار وعدد كبير من الطيارات الهجومية بدون طيار وكمان عدد كبير من أنظمة الدفاع الجوي من غير ما يتعرضوا لأي خسائر أو إصابات. وبهذا كله كانوا بيوجهوا رسالة واضحة وصريحة: أمريكا هي اللي مسيطرة على الخليج الفارسي مش إيران، وأي محاولة لمواجهة سلطتها هتواجه بأشد رد مدمر في كل مرة. لكن القضاء على جيش الطائرات المسيرة بتاع آية الله كان بس لتأمين الأجواء. عشان نكسر النظام فعلا كان لازم البحرية الأمريكية تخنق اقتصاد النفط اللي بمليارات الدولارات بتاعهم في البحر، عشان نشوف ازاي بالضبط طيارة مقاتلة أمريكية شلت حركة سفينة إيرانية ضخمة لاختراق الحصار عن طريق إسقاط قنبلة موجهة بالليزر مباشرة في مدخنة الدخان اللي طولها 6 أقدام. اضغط على الفيديو اللي قدامك دلوقتي على الشاشة وهنشوفك في ساحة المعركة الجاية.